عسلامتكم، جمعتكم مبروكة يا ربي، نهاركم زين إن شاء الله. اليوم رجعت لكم بطبيق ساهل وبنين على الآخر، مقرونة بالصوص والدجاج، تجي بنينة وخفيفة نموتوا عليها التوانسة الكل، وسيرتو فيها البرودة هذيا تصلح على الآخر. إذا أول مرة تزوروا قناتي ما تعرفوهاش مرحبا بكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش كل ما نهبط فيديو يوصلكم إشعار اللي أنا هبط فيديو هكاكا ما يفوتكم حتى شيء. توا بسم الله نتعداو ونشوفوا المكونات وطريقة تحضير المقرونة البنينة هذي. باش نحط لهنا 4 كيس زيت نباتي ولا زيت زيتونة اللي تحبوا المتوفر عندكم، باش نزيد عليه راس بصل مقصوص وشوية دجاج ونخليهم يتقلاو شوي. وبالنسبة للمكونات متاع اليوم راهي 500 جرام مقرونة، كان باش تزيدوا أكثر تضاعفوا المكونات. لهنا حطيت البصل وباش نزيد عليه شوية دجاج، نحيتلو الجلدة ونظفته بالقدا، والدجاج كيما تعرفوا ديما يبقى فيه هاكا الريحة الزفارة هاذيك متاع الدجاج، لازمنا نقليوه بالقدا بالقدا باش من بعد مقرونتكم تجي بنينة. نخليها تتقلى شوية هي والدجاج على نار متوسطة، وتوا باش نزيد ثوم، باش نعمل 6 فصوص ثوم باش نقسمهم نحط شوية توا نقلي بيهم الدجاج، ومن بعد في اللخر بالكل نخلي شوية هكاكا تجيكم مقرونة فايحة تعمل كيكي. فما برشا طرق كل واحد وطريقته في تطيب المكرونة، بالنسبة لي أنا هذي أحسن طريقة لتطيب المكرونة بالدجاج، تقلي الدجاج والبصل والثوم بالقدا بالقدا ومن بعد نزيد نقلي طماطم زادة خاطر كي ما نقليش الطماطم نحسها تجي مطعم الطماطم قارص. ولهنا باش نزيد 3 مغارف كبار طماطم، كيما قلت لكم الطماطم اللي موجودة عندي لهنا ماهيش كونسونطري كيما متاع تونس معناها، كي نطيب متاع تونس نحط 2 مغارف هكا خاطر تبدا كونسونطري برشا، هذيا معناها تحسوها طماطم خضرا أكثر منها كونسونطري دونك نحط 3 مغارف طماطم. توا نخلي الدجاج والبصل والطماطم يتقلاو شوية وديما نحركهم ومش على نار عالية ديما نار متوسطة باش ما تتحرقش، وتوا باش نحط نفوحها. وقبل ما نبدا نفوح الدجاج توا باش نزيد قيمة فنجان ماء، حطيت وريقات رند باش نزيد مغرفة كبيرة فلفل زينة، نزيد عليها نص مغرفة فلفل شايح، وكان عندكم مهريس تنجمو تهرسوا الفلفل الشايح مع الثوم ومع التابل والكروية وتزيدوهم فرد مرة، زدت لهنا التابل والكروية مغرفة كبيرة وباش نزيد الملح والكركم. وعندي فايح ماما تعملو مخلط حصيرو بالتابل وبرشا فايحات أخرين وثوم، ديما نحط شطر مغرفة يجي بنين على اللخر. توا نزيد قيمة فنجان آخر ما ونغطيها ونخليها تتقلى التقلية الأولى، السر في المقرونة البنينة التونسية تقلوها مرتين، نقليها توا حتى اللي تقرزيتها ومن بعد نزيدها الماء ونخليها تتقلى المرة الثانية وهذيك تكون طابت معناها.
كيما تشوفوا لهنا بعد ما تقليت مليح وقرّت زيتها توا باش نزيدها قيمة ليتر ما، نغطي اللحم بالقدا بالقدا يفوت شوية اللحم معناها الما، هكاك القيمة تجي مضبوطة البنات، ديما أي حاجة حتى بالعلوش معناها تغطوا اللحم أزيد شوية من اللحم، الما يبدا وتخلوها تطيب على نار متوسطة. خليتها لهنا تاخو غلوة باهية والدجاج قريب يطيب بطبيعتو ما فيهوش روح، توا باش نزيد كعبتين بطاطا نقصهم نصاف، وكان ما تحبوش فيها البطاطا مش لازم، أنا واحدة من الناس نحب فيها البطاطا ويبدا معناها طايب بالقدا من بعد يجي شاهي الحقيقة. وآخر حاجة باش نزيدها قريمة فلفل حارين، كي تبدا تعقاد باش تقرزيتها زدتها شوية ثوم والفلفل الأكحل آخر حاجة زادة، هاذيكا يعطيها مطعم وقو بنينة على اللخر المقرونة، جربوها الأستويس كان ما تعرفوهاش باش تعجبكم برشا. وتوا باش نخليها حتى لين قرصيتها بالقدا، معناها نشوفو الزيت طلع على الصوص، نحط نطفي شوية عليها توا ماء باش نحط. نخليه حتى يغلي باش نزيدو شوية ملح ونصمت فيه المقرونة، ديما المقرونة اصمتوها بشوية ملح باش تجيكم من بعد بنينة حتى كان الصوص تبدا مالحة وباهية، ولهنا كيما تشوفو الصوص بتاعي حضرت باش نطفي عليها ونخليها تبرد شوية ما بين المقرونة حضرت. باش تجيكم مقرونتكم زادا بنينة وشاربة صوص، حضروا الصوص ديما الأول ومن بعد اصمتوا المقرونة تكون هي معناها بردت شوية الصوص، ومن بعد المقرونة تتشربك الصوص نتاعكم هاذيكا تجيكم عاقدة وبنينة. وكي تطيب المقرونة الصوص نشوف الملح صافا ولا وسينو نزيد شوية ونطفي عليها، ولهنا بعد ما صمتها وصفيتها توا باش نحطها في شقالة كبيرة ونصب عليها شوية صوص. هذايا الصوص لازم كيفاش يجي يكون عاقد برشا باش يجي المقرونة بالدجاج تجيكم بنينة ما يجيش مايح، ولهنا قبل ما نزيد الصوص صفيت راهو البطاطا والدجاج على جنب والفلفل، توا باش نخلط المقرونة نتاعي بالقدا حتى تشرب هاك الصوص هذاكا وباش نزيدها شوية من بعد. ولهنا باش نحطها في طبق تقديم وباش نزينها بالبطاطا والفلفل وقليت شوية فلفل زادة. ولهنا باش نزيدها شوية صوص ونحي ورقات الراند على جنب. ولهنا باش نرش عليها شوية معدنوس يعطيها قو بنينة، وهذه كانت وصفتنا اليوم، إن شاء الله تعجبكم وتجربوها ونشوفكم إن شاء الله في وصفة أخرى متنوعة بين مالح وحلو، ما تنساوش جيماتكم وكومنتارياتكم تفرحني برشا وتخليني نستمر في تقديم الأفضل إن شاء الله.